هذه هي ماري أن كورتون. انولدت في سنة 1832 وكانت عايشة حياة فقيرة، لكنها ما رضيت تظل هيك، فقررت تستخدم السم كطريقة للثراء. كل شيء بدأ بعد زواجها الأول لما مات زوجها فجأة، ثم ابنها ومن بعدها بنتها، وكلهم بنفس الأعراض: مغص، تعب وموت سريع. والشيء الغريب إنها دائما كانت تستلم تأمين الحياة بعد كل حالة وفاة. وماري تزوجت 4 مرات، وكل جوز كان يموت بعد كم شهر. حتى أطفالها، إخواتها وأمها وكل من يحيط فيها ماتوا بنفس الطريقة. وعدد الضحايا كانوا 21 شخص من أهلها والمقربين منها، والدافع طمعها في التأمين المالي. الشرطة ما شكت فيها إلا بعد موت طفلها الأخير، لما لاحظ الطبيب إنه حالته ما كانت طبيعية وطلب تشريح للجثة، والنتيجة كانت تم اكتشاف آثار سم الزرنيخ في جسم الطفل، وتم القبض على ماري في الحال. وفي سنة 1873 تم إعدامها شنقا بعد ما اعترفت جزئيا بجرائمها. وتخيلوا الناس وقتها كانوا يرددون عنها: Mary Ann sits in the kitchen with her tea. She boils it, she brews it, and poisons the family.